مساء الورد عليكم. ناس كتير من جمهور الزمالك بيكلمني وبيسألني على موضوع الصفقات. بصوا يا جماعة، أنا بشوف إنه الموضوع فيه جزئيتين. الجزئية الأولانية إنه إدارة الزمالك طبعا مستلمة تركة كارثية، ومش بس تركة كارثية، هو خلي بالكم وهم شغالين في ناس من ورا الستاره بتعرقل شغلهم وبتسيب عليهم لعيبه قديمه وبتسخن لعيبه قديمه ومدربين قدام عشان يطالبوا بمستحقاتهم وما يقبلوش اي تفاوض او حلول وديه، وده كلام يعني مش معلن يعني. ولكن برضه في نفس الوقت اللي اداره الزمالك معذوره فيه، هم مخطئين في بعض الملفات، ابرزهم فكره الصفقات اللي اتعملت قبل كده. انت النهارده لما تيجي تبص على الصفقات اللي عملها الزمالك، لما تتكلم على مشلك، ولما تتكلم على بنتايج، ولما تتكلم على مهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف جعفر وكل الكلام ده كله، هتلاقي اللي نور منهم مين؟ الوحيد اللي شويه بنتايج. قبليهم طبعا ناصر ماهر وعبد الله السعيد واحمد حمدي لما بتكلم على الفتره الاخرانيه. فانت بدل ما كنت جبت كل الاسماء دي اللي هنا بتوفر وهنا بتوفر وهنا بتوفر، يا عم انت كنت محتاج ان انت تجيب 2 لعيبه فقط لا غير جامدين وخلاص. فانا بشوف ان الزمالك عنده مشكله كبيره في جزئيه العين اللي بتختار. على اداره الزمالك ان هي تحل الجزئيه دي، ده بالدرجه الاولى، توفر فلوس عشان تسد مستحقات اللعيبه وتدعم الفريق كله. القصه مش قصه زيزو، بالعكس انا بشوف ان موضوع زيزو ده واحد من اكبر المشاكل اللي ادارت بفرقه الزمالك. ان انت تقعد في مسلسل سنه كامله، زيزو هيجدد مش هيجدد، زيزو هيجدد مش هيجدد، زيزو جدد لا زيزو اتفق، زيزو ما اتفقش، طب زيزو عايز يعدل عقده، طب زيزو مش ده كم لغط وحوارات وكلام كتير يضر باي فرقه. فرقه الزمالك محتاجه تدعيم، لان فرقه الزمالك بتفتقد للعمق بشكل كبير. مفيش اي دبث في السكواد. انت يكفي ان انت هتخش ماتش بيراميدز بكره وانت ما عندكش غير 2 مساكين، حسام عبد المجيد والونش بعد اصابه المسلوسي ربنا يشفيه. يعني لو حد فيهم لا قدر الله اتصاب، انت ما عندكش حد قاعد بره. فالخلاصه، اداره الزمالك لازم تتعلم من اخطائها في فكره التعاقدات واداره ملف الصفقات واداره ملف كره القدم بشكل اساسي. الحاجه الثانيه ان هم لازم يسرعوا بتدعيم فريق الزمالك واعطاء المستحقات وتجديد عقود اللاعبين اللي موجودين، لان الزمالك بالوضع الحالي مع تدعيم الاهلي مع بيراميدز اللي اصلا قيمته بتطلع نار، الفروقات بقت بعيده على مستوى القايمه. مش بتكلم على ال11، الزمالك عنده 11 كويسين، بس الزمالك ما عندوش قايمه تقدر تسد معاه على جبهات كتيره زي الكونفدراليه وزي الدوري وزي لو عايز يطلع دوري ابطال افريقيا وهكذا. مساء الورد عليكم ويومكم زي العسل.